تعرفوا لعبة شد الحبل اللي كنا بنلعبها زمان؟ كان حد يقف في جنب والتاني يقف في الجنب التاني ونتننا نشد قصاد بعض لحد ما حد فينا يوقع التاني، يبقى كده هو اللي كسبان، هو الأقوى. أهي لعبة وراحت لحالها. لا، هي لعبة بس ما راحتش لحالها، لأن بعض الناس لسه بعقلية لعبة شد الحبل، ولكن مش في اللعبة، في الحوار مع الناس. عايز لما يدخل في الحوار مع الناس هو اللي يكسب. ليه؟ عشان يبين إن هو اللي صح، هو اللي أفضل، هو اللي كلمته هتمشي، هو اللي أقوى. طب تعالوا كده نتعلم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيعملوا ايه في التعامل مع الناس. الصحابي معاوية بن أبي سفيان وهو أحد دهاة العرب، ودهاة العرب اللي ما يعرفهمش أربعة: عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، زياد بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة. سئل مرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان، قالوا له أنت حكمت الشام 40 سنة، 20 سنة في أيام الخلفاء الراشدين و20 سنة كان أمير للمؤمنين. طيب ما حصلش ولا مرة فتنة وانت حاكمها 40 سنة؟ هو في حد يحكم 40 سنة ناس وما يشتكوش منه وما يحصلش فتنة في عهده؟ حصل مع سيدنا معاوية بن أبي سفيان. فرد عليهم سيدنا معاوية بن أبي سفيان قال لهم إني لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي، ولا أضع صوتي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إذا مدوها أرخيتها، وإذا أرخوها مددتها. يعني معنى كده لما أشوف اللي قدامي متضايق ومتعصب أهدي اللعب شوية، أسكت، أقول كلمة حلوة، ولا أشد قصاده ونولع في بعض؟ لا، نهدي اللعب شوية. لما تلاقي اللي قدامك شادد لازم تهدي اللعب شوية. لما تلاقي اللي قدامك متراخي ومتهاون ومش عايز يخلص شغله، لا، أشد عليه علشان يعمل الحاجة دي، علشان مصلحته. هو ده التعامل اللي كان بيتعاملوا الصحابة. وبعدين هو احنا نسينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن القوة كانت ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم، عايزين نغير في سياستنا في التعامل مع الناس لسياسة شعرة معاوية. لازم لما نلاقي الناس شدة احنا نرخي، نلاقي الناس مرتخية لا نشد، علشان لازم المركب تمشي، ولازم ان احنا نعمل اللي علينا وننجز في الحياة ديت. ولا ايه رأيكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.